شمال أفريقيا وتعريف الهوية، ما هو؟ الهوية هو الانتماء إلى اللغة، إلى العادات، إلى التقاليد. هي مسألة لا تأتي بمجرد أنني تبنيت ديانة أن أحمل هذه الهوية. الهوية متعمقة، الهوية الأمازيغية لها جذورها منذ آلاف السنين. ما حدث في شمال أفريقيا من اضطهاد، هناك اضطهاد للأمازيغ لا يمكن إنكاره، والذي يقول أنه ليس هناك الاضطهاد فليأتي ونناقش الموضوع. هو يقول أنا ليس هناك اضطهاد. هي هذه مصطلح الاضطهاد هي سردية فقط، ليست حتى نظرية، لأنه تاريخيا سأعطيك الأدلة إن سمحت لي. أعطيك أدلة معنا. بعد الفتح الإسلامي لمنطقة شمال المغرب العربي، المغرب ليس عربي، المغرب ليس عربي، لا ليس عربي. أحس الرجل أو المرأة الأمازيغي العربي بأنه هناك لسنا عرب، نحن أمازيغ، لسنا عرب. أحس الأمازيغي بأنه هناك جديد دخل الإسلام كمستعمر. أنا لا يمكن أن أدخل في حديث النساء، لأنه معكم أنت تهدري، هي تهدر، لا أستطيع أن أجاوب. لا أجيب واحدة فقط. ليس هناك حديث نساء وحديث رجال. لا في هذا الاستوديو نحن مع المساواة. نعم يقاطعنني، لا تقاطعنني في الكلام. أكمل باختصار لو سمحت. لأنه باختصار لما دخل بعد الفتوحات الإسلامية، لما جاءت الفتوحات الإسلامية إلى المغرب العربي، حدث أنه الرجل الأمازيغي والمرأة الأمازيغية أحست أنه كائن جديد دخل إلى المنطقة. هذا الإحساس ولد هناك، لأنه عبر التاريخ الأمازيغ تعرضوا لعدة غارات وغزوات على مدى التاريخ. هذا أمر عادي يعني عدة غارات واضطهادات. أحسوا بالاضطهاد لعدم فهم الرسالة التي جاء بها الفاتحون، ولكن بعد الفهم الواضح لهذه الرسالة أصبحت الأمور قبيلة، ولا يوجد لم يكن هناك أي اضطهاد. وكأن شخص يقول لي أن في الجزائر ديمقراطية. بعدها ننتقل إلى المراحل التاريخية مثلا التي مرت عليها. وصلت رسالتك، دعه يجيب فقط. منير كاجي، أنت تعتبر أن هناك اضطهاد للأمازيغ اليوم في شمال أفريقيا أم لا؟ أنا أقول أكثر من ذلك. أنا أقول أن هناك سياسة أبارتايد انتهجت في مجموعة من دول شمال إفريقيا. فالفعل الأمازيغي تاريخيا، تم تجريم الفعل الأمازيغي بمجموعة من البلدان بما فيها المغرب، ولكن أليست هذه مبالغة ربما؟ يعني اليوم المغرب رئيس الحكومة هو أمازيغي، في الجزائر رؤساء جمهورية أمازيغ. لا، هذا ليس أن يكون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمازيغي، هذا لا يهم. عبد السلام ياسين زعيم جماعة العدل والإحسان أمازيغي، أحد منظري القومية العربية الراحل الجابري كان أمازيغي كذلك. المعطى ليس. ولكن هذا هنا. تصوروا معي مثلا هناك محكمة في بلد المغرب قاضي مغربي متهم أمازيغي ويتم اللجوء إلى الترجمة. أليست هذه سياسة الأبارتايد؟ عندما يمنع الآباء والأمهات من تسمية أولادهم بأسماء أمازيغية، ألا يستعمل هذه سياسة أبارتايد؟ عندما يتم اغتيال في الربيع الأسود بالقبيل 127 شاب، أكثر من 4000 معطوب، ألا يعتبر هذا اضطهاد؟ نفس الشيء يقع في ليبيا. جدواد يعتبر أنك تبالغ ربما في مسألة هذه مبالغة لعملية الاضطهاد. ليس هناك اضطهاد. الاضطهاد هذا ما يسمى بتجاوزات. أنت أمازيغي غير مضطهد يعني؟ لا، هناك تجاوزات، ليس اضطهاد. في أي دولة من الدول مع الأقليات، مع الأكثريات، مع العرقيات الدينية هناك تجاوزات. لم أقل أننا أقلية، نحن كثرة، ولكن هناك تجاوزات. هذه التجاوزات يمارسها الأنظمة الفاسدة لتحقيق المصالح الشخصية للأفراد. هذه الأنظمة تتحدث باسم العروبة والإسلام. لا تتحدث باسم العروبة والإسلام. الجزائر عربية، الأنظمة الفاسدة تتحدث بجميع اللغات وبجميع العرقيات من أجل تحقيق مصالحها الخاصة. ولا يجب أن نكون أغبياء لتمرير هذا المشروع على أنه هناك اضطهاد من أجل فصل الأمازيغ عن العرب، أو من أجل بناء دولة أمازيغية مضادة للعرب الموجودين مثلا في المغرب العربي. هذا مشروع تغريبي أولا، هذا مشروع استعماري، وهذا مشروع يسيره أذناب الاستعمار، يسيرونه أذناب الاستعمار. هنا نحن مشروع الدولة لو سمحتم بالحديث عن مشروع الدولة. أتمنى أن أسمع إجابة أخرى على هذه النقاط.
دائما نتهم يعني بالفتنة والأجندة، مع أن الجامعة الدول العربية تأسست بحكم فرنسا التي كانت تحاول دعم تأسست بحكم بريطانيا بفرنسا وبدعم فرنسي وبريطاني التي كانت تريد طرد الأتراك. الفكرة ما هي؟ الفكرة عندما يطالب الأمازيغ بحقوقهم يتهمون بأنهم أجندات وأنهم أنت تطالبين بحقوق الأمازيغ، فتيحة تطالب بدولة. وسنتعرف الآن على رجل جعل من الأمازيغية قضية حياته. أشهر المدافعين عن استقلال منطقة القبائل في الجزائر ذهب بعيدا في مشروعه السياسي من خلال تأسيس الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل، ثم نصب نفسه رئيسا للحكومة القبائلية المؤقتة في الخارج، خطوة أثارت حنق السلطات الجزائرية وخلفت جدلا كبيرا بين الناشطين الأمازيغ. أتحدث عن فرحات مهني، كاميرا في فلك الممنوع صورت معه المقابلة التالية بلغة منطقة القبائل. لنشاهد. كبيرين ويدي السفراين ويدي تمزراين قداش نكوني غير في قبايلي ماشي تكون مش قمدانا عطاس نسعى 12 مليون قمدانا وثمود توسع 40,000 كيلومتر كاري. ثمود قبايلي في مقرات تخلا اللي وكلت اليوم غير الجناس يدوكلي امرو كانوا من غير كينيا سمنو غماكين سيديو وسنا غير القيمه كان خامي اني على ريفيراندوم دوين رديدين لا ديمقراطيه ماشي بالسيف اللي نحسم تقبيليتي وكنا تيلي نقال تفريق سويفا نغث مزغا ولا ماذا بنيني مغرب رغم المغرب بنيني مغرب باقيين كاف ماشي دول العالم اما كان الا المشرق بعرفن الا المغرب بعرفن نكوني ونتكير اللي كاين كاف ماشي ذا راسيزم ذا شو نسعى سين كيس نسعى اون ايدونتيتي سين كيس سين يسي نتقدر نسعى نزرف يوكن السمغار يوكن نحرف الناس نكوني ديم دوكال نكوني ديم دوكال ني غرفان نوما ظلك المدان نسعى الخير اللي مدانا كالمدان وين دي روح نس الخير اثنقبل الخير مدوين يبغانا ذا غير زنا غدا غي عكل نكوني ادني لي ميغال ينس دي تزوارا وتقولي لي ذا شوي لان تقول ونا ميغال عربن نا افريقيين نا يوروبيين نا امريكانيين نا استراليين كيف غورنا كيف سيتنا كيف زوك مادا تيمورا يتزدكولن ماشي الحماله ماشي سي با بار دي سونتيمون يسيي يتزدكولن تمورا النفع سوين يستسدكلن دي نفع والحوايج نتاعنا نسعود يوم ديالنا يوكل يوثن ديالنا يوكل الدوكلنت نغد معاون تكرس دا شري دينير ويجيون ويضرين دا شري يضرون دازكا ولاش وكسنن دا شي ديثدون دا شو نتسناغ سوين سينو من يوكل دياس نكين ومنا ذاك وقبل هذا المثال الولي غتيدو دا تقبايليس ويذ يدي قارن هاد في تيمورات عربيين يؤمنن ان ينوان تغيلن ذاك نبغى نسير تاكدو دا تقبايليس ميال نسن غلطان دي تمغلي نسن ثمور تقبايليس شدهارت غوري 8 سنايا وتكشم غرام ذا شو سجل لا ثغناتين لا التلفزيون لا يوتيوب لا الفيسبوك سويقي مرن سمواليا ويرنا ولا ديما تمغار تسان دي ثمورث تواليرت اما دي سير واتساب نا دي سكايب نا نسمي هضره كاينكات ذين الى يخصن تيمليليت الغاشي هي الناس هاد الصغدينا هذا السمر هذا الحريم من تمورث. Vous êtes fier de votre combat? ماشي الزخار ذا شو أقرويو نغوليو يتشور سلامان ذاك